من هو هذا الرجل؟ من هو هذا المدرب اللي أخذ بيد المنتخب الأردني إلى نهائي كأس آسيا بقطر؟ هو الحسين عموتة، إنسان متواضع جدا، لا يبتسم كثيرا، إنسان جدي لا تهمه الانتقادات السلبية. حسين عموتة ولد في 24 أكتوبر 1969 بمدينة الخميسات بالمملكة المغربية. كان حسين عموتة لاعب مغربي لكرة القدم، يلعب في مركز وسط الميدان. أمضى حسين عموتة مسيرته الكروية في المغرب والخليج العربي. شارك مع منتخب المغرب في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1998. بدأ مسيرته الكروية في نادي اتحاد الخميسات المغربي في مسقط رأسه عام 1982. بعدها انضم إلى نادي الفتح الرياضي المغربي وقضى معه 6 سنوات، ثم انتقل إلى نادي السد القطري عام 1997 وفاز بالدوري وبكأس الأمير وأيضا كأس ولي العهد، وكان عموتا هداف الدوري في ذلك الموسم، كما قضى عدة فترات في الإمارات العربية المتحدة مع نادي الشارقة، وفي المملكة السعودية مع نادي الرياض، ثم عاد إلى نادي قطر. إذن متى تعاقد حسين عمود كمدرب مع الاتحاد الأردني لكرة القدم؟ في 27 يونيو 2023 تم تعيين عموتة مدرباً للمنتخب الأردني لكرة القدم. في بداية مشواره التدريبي مع المنتخب الأردني تعرض عموت لانتقادات شديدة من جهة الجمهور الأردني، حيث تعرض المنتخب لهزائم عدة. لكن عموت لم يتذمر وقال العبرة في النهاية: فعلا كان الرجل وأتقى من نفسه. لان تحضير منتخب ليس أمرا سهلا أو يحدث في يوم وليلة. لم يكن هذا الجمهور الرياضي المتسرع يعلم أن حسين عموت يرسم تاريخ المنتخب بتأني وتفاني وإبداع. جاء الموعد، بداية كأس آسيا بقطر. بدأ الحسين عموت يقود النشامة أو المنتخب الأردني لإنجاز تاريخي في قطر. في قلب قطر مهد الإنجازات الرياضية الكبرى، كتب الحسين عموتة الاستراتيجي المغربي فصلاً جديداً من فصول التميز والإبداع، محققاً إنجازاً تاريخياً لمنتخب الأردن بتأهلهم إلى نهائي كأس آسيا، وذلك على حساب كوريا. في كأس آسيا 2023 تأهل الأردن بقيادة عموتة إلى مراحل خروج المغلوب بعد حصوله على المركز الثالث في دور المجموعات، وفي دور 16 فاز الأردن على العراق 3-2، وفي الدور ربع النهائي فاز الأردن على طاجيكستان 1-0 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه. وفي النصف النهائي يفوز أيضا على المنتخب الكوري ب2-0. هذا هو المدرب المغربي حسين عموتة الدي، لا يبتسم، لكنه أخيراً ابتسم وبكى في نفس اللحظة، وذلك أثناء تأهل فريقه الأردني إلى نهائي كأس آسيا بقطر. هنيئاً لمنتخب النشامة، هنيئاً لعموتة لأنه ابتسم وجعل الشعب الأردني يبتسم ويفرح، وإن شاء الله الفوز بالكأس الآسيوية.